السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هعمل لكم الفرخة الكنتاكي ديت اللي انا جايباها، وهعملها واجربها واقول لكم رأيي فيها ايه. فتحنا الكيس، لقينا معاها كيس بطاطس اهو صغير، وادي هي فرخة مقطعينها كنتاكي اهي، هي 12 قطعة حتة اهي. هنقليها بقى مع بعض ونقول لكم رأيي فيها ايه. هي فرخة مقطعينها 12 قطعة، بس على فكرة ريحتها حلوة قوي قوي، جميلة حلوة قوي قوي. هنعمل جنبها ايه؟ هنعمل جنبها اللهم صل على النبي مكرونة بالوايت صوص، وعاملة النهاردة برضو سلطة كول سلو بتاعت امبارح خلصت، عملنا غيرها النهاردة. خليكم معانا وهنشوف جمالها وحلاوتها. تعالوا نعمل بقى صوص الايه. هعمل مكرونة بالوايت صوص، حطينا حتة سمنة بلدي حلوة كده، ودي معلقة واحدة دقيق بس، معلقة واحدة دقيق بس، على كوباية لبن، وعلى مية سليق المكرونة واخدة كوباية منها، واخدة كوباية مية سليق المكرونة وكوباية لبن. ادينا بنعملها مع بعض وهنشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد. هننزل بكوبايه اللبن، بكوبايه الميه اللي انا ايه جايباها من ميه المكرونه. انا ما فصلتش عشان ايه تشوفوها للبنات اللي عايزين يعملوا. ادي ايه وش اللبن اهو، اللبن بوشه. فلفل اسمر، مكعب دقيق، وانا سالقه كيس مكرونه واحد، الكيس اللي هو 400 جرام ده او 350. لو عايزة لبن هديها لبن، بس اكيد هتعوز لبن. دي حته جبنه موزاريلا، بس عايزه اقول لكم ان هي يعني ايه مش قد كده النوبادي. دي جبنه موزاريلا بتاعت الحمد، كل مره بتبقى حلوه، بس الصراحه النوبادي مش قد كده، ما عجبتنيش. هنا اهو بنقلي الفرخه اللي هي كنتاكي. هي فرخه على فكره صغيره، بس انا هقول لكم رايي فيها. بس ايه هتقولوا لي انت جايباها ليه، ما انت بتعملي احسن منها. انا فعلا بعمل احسن منها، بس قلت ايه اجرب، والحياه تجارب، يعني زي ما تقولوا كده بنستسهل. هما فرخه مقطعينها 12 حته، 12 قطعه بالجناح بكله، يعني محسوب كل حاجه، بس بنجرب. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان سيدنا محمد رسول الله. دي المكرونه بالوايت صوص. وادي الفراخ الكنتاكي، طبعا مش زي اللي احنا بنعملها، بس انا قلت اجربها ايه معاكم واقول لكم رايي فيها ايه.